ليه مش بتكلمهم عن مادة الديسيتايل الموجودة في الأطعمة الخاصة بالفيب اللي بتسبب رئة الفشار أو الفشل الرئوي؟ طيب نقسم بس كلامنا. بوب كورن لانجز حاجة، وهي اللي مربوطة نوعا ما أو اتربطت بالفيب، والفشل الرئوي ده قصص تانية خالص، اللهم احفظنا ويبعدنا عنه، يعني ملوش علاقة بالفيب خالص. بس نوضحها نقطة نقطة وبسرعة. بيقول لك الفيب بيسبب البوب كورن لانجز. خليني اقول لك الحقيقة اللي محدش بيقولها. الديسيتايل مادة كانت بتستخدم في نكهات الزبدة وجوه الأطعمة اللي ليها علاقة بالكريمات والمخبوزات. معظم الشركات المصنعة للفليفرز أصلا، مش المصنعة للليكويد، بطلت تستخدم المادة دي من 2016 بسبب القوانين اللي اتحطت عليها في أوروبا. المفاجأة بقى هنا، الديث ستيك العادية اللي انت بتشربها فيها أكتر من 10 أضعاف كمية الديسيتايل عن أي ليكويد اتعمل. الدراسات قالت ان ديث ستيك واحده فيها من 300 ل 430 مايكرو جرام ديسيتايل، دي اضعاف مضاعفه للي موجود في اي ليكويد، واللي ظهر في تحليل اي ليكويد ساعه ما المشكله دي حصلت في 2015 2016. حقائق، مفيش حاله واحده مثبته على مستوى العالم في ال10 سنين اللي فاتت ان حد بيستخدم سائل الكتروني فيه ديسيتايل او بيستخدم الفيب بشكل عام وجاله بوب كورن لانجز. قولا واحدا، المرض اصلا ظهر على عمال في مصنع فشار اصيبوا بهذا المرض بسبب تعرضهم للديسيتايل بكميات مركزه وكبيره جدا. ومع ان في الفتره دي الديث ستيك كانت هي المتهم الاساسي، ولكن برضه هي ملهاش علاقه بالموضوع، لان على مدار 100 سنه فاتت مفيش حاله واحده جالها بوب كورن لانجز بسبب تدخين السجاير. بس هو في ناس شافت الارتكل اللي طلعت في 2016 ولحد دلوقتي شغالين والحمد لله وبيخوفوا الناس، مع ان اصلا الموضوع خالي تماما من الصحة. هو مجرد تحليل لسائل الكتروني لقوا فيه المادة دي، اوعى ده فيها ديسيتايل وده بيجيب بوب كورن لانجز. طب تركيزه قد ايه؟ طب الناس اللي بتشرب سجاير بقالها 100 سنة بتشرب فيه ديسيتايل بتركيز قد ايه؟ وجالهم مرض ولا ما جالهمش من التركيزات اللي هم بيستنشقوها دي؟ صمت، صوت صرصور الحقل ظهر، بس خلاص الارتكل طلعت والدراسه اتعملت. انا مش بقولك ان الفيب ما فيهوش مخاطر، بس انت اما بتحط مقارنات ان انت واحد بتشرب ديث ستيكس وبتحرق لك علبه علبتين في اليوم او ايا كان الكميه اللي بتشربها قد ايه، فاي ضرر هيجيلك من هنا هو ضرر اقل بكتير. سلام.